ازيكم عاملين ايه وبتكونوا بخير؟ اوقات كتير البنات اللي هم مالهمش في الميك اب لما يقرروا ان هم عايزين يتعلموا يعني كونتور وهايلايت، فبيفتحوا فيديو للبنات الاجانب بره، فتلاقي البنت راسمه خريطه على وشها حاجات غامقه وحاجات فاتحه وكده، وانتي تبقي مش فاهمه هي ازاي حفظت الكلام ده او ليه عامله حاجات غامقه وليه حاجات فاتحه. ففي الفيديو ده انا هعلمك وافهمك ازاي الكونتور ده اصلا بيتعمل، وهو قد ايه هو سهل جدا. وده الفيديو ده بالذات للناس اللي هم مالهمش في الميك اب خالص، وللناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لشلتنا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. طيب هو مبدئيا ايه لازمه الكونتور والهايلايت؟ الكونتور والهايلايت لازمتهم ان هما بتحسي ان هما عمليه تجميل مؤقته، بيساعدوكي بشويه تكنيكس عبيطه جدا تخلي شكلك احلى في الصور، بحيث انه زي مثلا لو الناس اللي بتبقى عندها مشكله ان وشها عريض، بالكونتور تقدري تحددي وشك بحيث انه يبقى شكله احلى. الناس اللي عندها مشاكل ان وشها طويل شويه، احنا ممكن بشويه illusions باللي هو الكونتور يعني تقدري تقللي، يعني تحطي كونتور هنا وهنا تقللي طول وشك. الناس اللي مناخيرها عريضه شويه تقدري برضه بحاجات عبيطه جدا ترفعي مناخيرك. صدقوني موضوع تافه جدا وسهل جدا جدا جدا، انت لو فهمتيه مش هتحتاجي تحفظيه. في مشكله كبيره بنات كتير بيقعوا فيها، بالذات الناس اللي هم لسه داخلين الميك اب جديد. بلاقي بنات بيبعتولي كتير على الانبوكس يقولوا لي عاليه احنا لسه داخلين ميك اب جديد ويعني قررنا خلاص نتعلم وكده، احنا جبنا باليت كونتور كريمي بس مش عارفين نستخدمها. يا جماعه الموضوع ده غلط جدا جدا، لان الكونتور الكريمي بيحتاج ايفورت ومجهود وتقدري تعمليه بلندنج لغايه لما يظبط، يعني حتى الميك اب ارتست نفسهم بياخدوا وقت عقبال ما يظبطوه ويعملوا له بلندنج ويطلع معاهم مظبوط. لو انت مالكيش في الميك اب ولسه بيجنر عادي، استخدمي كونتور الباودر صدقيني اسهل مليون مره وبياخدش وقت وبيعمل لك نفس الايفكت بتاع الكريمي. هتيجي واحده ثانيه تسالني طيب امال ليه الناس بتشتري كريمي؟ الكريمي ده لو انت مثلا عندك مناسبه او فرح او كده، بيبقى الكونتور الكريمي طبعا اكثر ثباتا من الباودر، او بيتحط الاول كمان وبيتحط كمان فوقيه باودر، فالناس اللي بتبقى عايزه الكونتور يفضل معاها اطول فتره ممكنه. لكن في العادي لو انت عايزه حاجه بقى في الانجاز، طبعا الباودر سهل جدا ومش هياخد منك وقت. اول حاجه بتحددي اماكن اللي انت عايزه تفتحيها في وشك. في الغالب دي بتبقى عباره عن اماكن الاضاءه اللي بتقع على وشك فبيبان في الصوره. يعني بمعنى ايه؟ ان انت عايزه تفتحي الحته دي وتفتحي الحته دي، مش اللي في الجنبين. اللي في الجنبين هنغمقهم عشان نقلل مساحه المناخير، لكن انا عايزه افتح الحته دي. الاضاءه بتيجي على الحته دي والحته دي وممكن هنا وممكن هنا، تمام؟ انا بفتحه بايه؟ بفتحه بكونسيلر عادي. زي ما انتم شايفين لما باجي بعمله بلندنج واطلعه على فوق على الجنب. الخطوه بعد كده زي ما انتم حافظين ان انا بعد ما بحط الكونسيلر ان انا لازم بقى اثبت الفاونديشن اللي كنت حاطاه قبل كده والكونسيلر اللي انا حاطاه في الاماكن اللي انا نورت فيها. هستخدم لوز باودر، اللوز باودر اللي انتم حفظتوها اللي هي بين ناي بانانا باودر، وهرجع لكم تاني نكمل باقي خطوات الكونتور. طيب انا قربت من الكاميرا اكتر علشان تقدروا تشوفوا الخطوات اكتر وتبقى الموضوع باين اكتر، وظبطت الاضاءه شويه. بالنسبه للكونتور هاتي اي باليت كونتور من اللي بتتباع على النت. اللي انا بحب استخدمها اللي هي تو فيس ليتل بوك، الدرجه دي هي دي اللي انا بحب استخدمها كتير. لازم البراند دي، هاتي اي براند تانية، او لو مش افيلبل مش عايزه تشتري من على النت، روحي اي محل مزايا فرشن الحاجات دي، هاتي اي باودر تكون اغمق منك. بالنسبه لفرشه الكونتور انا مستخدمه الفرشه دي اللي هي بتبقى شكلها عامل كده، دي بتتباع في اي حته، اي محل بتاع اكسسوارات هتلاقيها موجوده. دي مش براند اصلا. يعني الكونتور المفروض ان احنا بنبقى عايزين نعمل الحته دي اللي هو بيبقى الحته دي والحته دي، علشان يبقى سهل عليكي الحركه اللي انا حفظتها لكم، اللي انت تعملي وشك وش الارنب، تمام كده، وهتمشي بالفرشه كده. هتلاقي الموضوع ظبط معاكي وبقى سهل جدا. هوريكي ازاي.
سي لو انت عايزه تزودي برضو دوسي مفيش مشكله، بس انا هوريكم ان ده يعني ده قشطه، ده تمام شغال اهو. اوقات لما الفرشه بتعملي بيها بتلاقي ان في كونتور زياده هنا، انت ممكن بلوز باودر عادي، يعني ما تقلقيش وتقولي خلاص الميك اب باظ، لا بلوز باودر عاديه، اي لوز باودر بقى، بنانا باودر، اي حاجه بتمشي هنا بس كده هتلاقي ان اللون ده راح. نيجي بقى لكونتور المناخير اللي هي الحته دي، احنا عايزين نضيق المناخير شويه نبين ان هي رفيعه، تمام. هتستخدمي نفس الدرجه اللي انت استخدمتيها بتاعه الكونتور، نفس الدرجه عادي، بس الفكره بقى في الفرشه اللي انا بستخدمها اللي هي دي، انا عايزه اوريها لكم، هي دي. صدقيني الفرشه دي اصلا مش مشهوره ومش براند، وانا جايباها من محل عادي، من محلات اللي هما بيبيعوا الاكسسوارز والفرش والحاجات دي. انا مش فاكره كنت جايباها بكام، بس كانت رخيصه ب5 جنيه 10 جنيه حاجه كده عبيطه. هي دي الفرشه اللي انا بحب استخدمها في الكونتور بتاع المناخير، هوريكم ازاي. نيجي بقى عايزين نغمق الحته دي والحته دي للناس اللي وشها طويل بنفس اللون اللي هو ده، بس بالفرشه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا استخدمتها للكونتور. نيجي بقى لخطوه الهايلايتر ده اللي هو بقى بيخلي وشك كانه معمول فوتوشوب، اللي هو بتظبطي بقى اللي هو الحته دي، تلاقي ان الاضاءه لما يبان عليها تبان ان هي مظبوطه في الحته دي. انا مش بحب، في ناس بتحط هنا وفي ناس بتحط هنا، بس انا مش بحب احط في الحته دي. الهايلايتر اللي انا هستخدمها اللي هي سليك، ودي اللي انا على طول بستخدمها، وعلى طول لما بتعزم في ايفنتس مهمه بحب احطها علشان هي فعلا بتبان في الضلمه وفي نور بتبقى باينه. بلس ان انا اتكلمت عنها في الفيديو بتاع الفيفوريتس بتاعتي. لو دي مش افيلابل خلاص هاتي اي هايلايتر من مصر عادي شغال. بحب احطه بقى هنا في الحته دي، هوريكم ازاي. وبحب احط هنا برضو. بس فهي دي الاماكن اللي احنا بنعمل فيها هايلايت وكونتور. موضوع سهل جدا وبسيط جدا، مش محتاج حفظ، يعني انت لو فهمتيه خلاص. ويا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.